وهنا عملنا حاجة حلوة قوي، عملنا كنافة جميلة جواها بسبوسة. ما تعرفيش بتاكلوا كنافة جميلة ولا بسبوسة؟ بجد ميكس تحفة 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 تحفة. حلويات، نوع حلويات شرقي تحفة بجد، بأمانة لو جربتوها هتدمنوه. عايزة اقول لكم تحفة وسهل، يتعمل في 10 دقايق، يعني مش هياخد منك وقت. وحاجة كده حلوة، حاجة كده بتاكلي حاجة جميلة، الميكس بتاعها تحفة. وعايزة اقولك كمان، رغم ان هي محشية بسبوسة جميلة، مرملة من جوه ومقرمشة من بره، شايفين كده معايا؟ بجد تحفة. تعالى اقول لكم عملنا ازاي الحاجة الحلوة دي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بألف خير. معاكم ايمي من اكلات بسيطة مع ايمي. معايا هنا في البولة نص كيلو كنافة. ممكن انت تعملي الكمية اللي انت عايزاها حسب عدد اسرتك. انا كان نص كيلو كنافة ده كان عندي في الفريزر. طب انا ايمي ملحقتش افرز وعايزة اعملها. ممكن تجيبيها وتقصيها بالمقص، بس ما تقصيهاش صغيرة خالص، يعني خليها يعني حلوة كده، مش صغيرة عشان ما تنعمش منك وكنافة ما تثبتش. طب انا مش قادرة يا اما افركها بايدي كده زي ما انت بتعمليها، ممكن في الكبة برضو ما تنعمهاش. انا بقولك ليه ما تنعمهاش، عشان الكنافة ما تفرولش بعد السوا. تمام. انا هنا هفركها، ولو فيها اي آه بواقي، طبعا احنا عارفين بتبقى حتة عجين بتاع، نطلعها وفكيها لغاية ما تفكك منك كلها. لو عايزة تضربيها في الكبة زي ما انا قلتلك، تضربيها مثلا يعني بتاع اقل من ثانيتين 3 كده، ما تنعمهاش قوي. لكن بجد انا بفضل الطريقة دي، بتبقى احسن حاجة طبعا. هي ما بتاخدش وقت، يعني بتبقى سهلة. شايفين؟ انا فككتها اهي، وعايزة اقولك ان هي مش ناعمة قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده اهي. انا برفعها لك عشان تشوفيها اهي. تمام. تعالوا بقى نشوف الاضافات اللي هنحطها مع بعض. معايا هنا كوبايه الا ربع سميد، اللي هو دي البسبوسه، انا بجيبه من عند العطار. بلاش تحطي اللي هو بتاع الاكياس، اللي بتبقى اكياس البسبوسه الجاهزه، عشان بيبقى فيها شويه اضافات كتير. انا عايزه اللي هو بتاع العطار ده، بيدي نتيجه حلوه. معاكي ايه تاني ايه؟ هحط معلقتين جوز الهند. انا لو جوز الهند عندك خشن، اضربيه في الكبه زي ما انا عملت. عايزه تستغني عن الخطوه دي، مفيش جوز هند مفيش مشاكل، بس بيدي تست حلو برضه، او معلقه. تمام. هحط برضو كيس فانيليا، بيدي ريحه حلوه. واقلب الخليط ده كده مع بعضه. لو عايز تستغني زي ما انا قلت لك عن جوز الهند مفيش مشاكل، بس بيديها ريحه حلوه بجد. هحط هنا الماده الدهنيه ايه بقى. انا معايا هنا كوبايه سمنه، كوبايه سمنه بلدي. عندك خليط بين سمنه بلدي وبين سمنه علب؟ ماشي حلو. طب احط زيت يا ايمي؟ لا، هينشفها. الوصفه دي لو حطيتي فيها زيت هينشف. يعني سمنه علب او خليط او سمنه بلدي، المتوفر عندك اعمليه. انا مش هاخد الكوبايه كلها زي ما انتوا شفتوا، انا هاخد نصها يعني. وهفضل اقلب، لازم امزج الخليط ده مع بعضه بالماده الدهنيه، لازم يتغلف كله بالماده الدهنيه. اجيب من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين كده، واغلفه حلو قوي، عشان لما اجي اسويها ما تكونش حته مثلا فيها ماده دهنيه وحته لا. الحته مش هيبقى فيها ماده دهنيه مش هتستوي، مش هيبقى لها طعم. غلفيها كله حلو قوي. وهقولك ازاي تعرفي ان انت غلفتها كلها كده بالماده الدهنيه. نجيب من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين كده اهي. سهله وما بتاخدش وقت، وحاجه حلوه تعمليها تفرحي عيالك بيها، جميله جدا.
تنفعك في عزومة، تنفعك في سفرتك، في سفرتك في شهر رمضان، تنفعك في كل الأحوال. بجد حاجة حلوة قوي، وعاملاها بإيدك وبحاجتك، تبقى حاجة حلوة يعني في البيت. اغلفها بس من تحت فوق، يعني ايه لازم تغلفيها كده. بصي بقى، انا كده غلفتها، اعرفها ازاي إن اتدمجت كلها مع بعضها كده. لما امسك اي حته من البوله، اضم حبه في ايدي كده اهو كده، كده تمام كده، وافركها تمام كده، حلو قوي. تاني كده همسك حبه في ايدي وافركهم، المهم واروح فركاهم كده سهلين كده، اتغلفت كلها بالماده الدهنيه. معايا هنا صينيه مقاس 30، دهنها بمعلقه سمنه. لو معاكي صينيه اكبر من كده حلو، هتطلع سمكها ارفع يبقى كمان احلى، بس انا دي كانت متوفره عندي. همسك بقى الخليط، انا هفرده في الصينيه الاول في الطبقه اللي تحت دي، يعني لازم تتفرد وتسويه كده في الصينيه الاول، في قاع الصينيه. ما ينفعش احطه كده مره واحده، هيكلكع مني زي ما انتم شايفين كده معايا. وهنا بقى لو حابه ان انت تحشيها مكسرات، تمام، بعمل الطبقه دي، بقسم الكنافه طبقه من تحت كده واحط المكسرات، بس ما بجيبهاش على الحرف، يعني بخليها كده في وسطانية الصينية، واحط الجزء التاني من فوق. لكن احنا بنحبها سادة. انا بقولك لو حابة تحشيها مكسرات، اي حشوة تعجبك يعني. حد يقولي طب الكنافة كده كتير على الصينية، لا احنا هنبططها وهنضغط عليها، وانتوا عارفين طبعا كنافة يعني ضغط، تضغطي عليها تديكي نتيجة حلوة قوي. لازم تضغطي عليها من النص ومن الحروف، واهم شيء برضو الحروف، عشان في السوا برضو ما تحمرليش بسرعة، تحمر بسرعة، لو في فراغات هتحمر بسرعة وهتطلع من الجناب، من قاع الصينية مش مستوية. شايفين انا بركز كمان على الحروف بتاعة الصينية ازاي اهي. حلو كده خالص. انا معايا صينية اصغر من الصينية دي، ده طقم صواني، بضغط عليها ضغطتين كده، تمام كده. حلو خالص كده. معايا هنا بقى بقية السمنة اللي بقيت نص كوباية السمنة اللي احنا حطيناها الأولانية، هرش بيها على الصينية كده، واغلف الصينية كلها، وش الصينية كده بالسمنة الباقية. السمنة مش كتير، احنا عارفين، خلينا متفقين، كنافة حلويات شرقية يعني سمنة. عايزة اقول لكم بجد بجد يعني جربوها على ضمانتي، هتعجبكم جدا جدا، وهتعجب ولادكم ان شاء الله. انا هنزل بنص الكوباية كده، تمام. ولو حطيتي في حتة كده ولقيتها يعني زيادة، هي هتشربها زي ما انتوا شايفين معايا كده. تمام زي الفل كده. بمنديل بس وامسح الحروف بتاعت الصينية كده. هدخلها على فرن مسبق، 170، بتاخد من 30 ل35 دقيقة. انا عايزة النار مش حامية قوي عليها عشان تاخد راحتها في السوا، تمام.
بتاخد من 30 ل 35 دقيقة، مبتغيبش عن كده. تعالوا بقى نعمل السيرم او الشربات مع بعض. انا هنا في بولة او في كسرونة احط كوبايتين سكر، ادي كوباية، احط كوباية تانية، كوبايتين سكر على كوباية ونص مية. يبقى كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية، والشربات ده مظبوط جدا. اقولك على حاجة كمان، تسوية الشربات او السيرم من بعد الغليان بالظبط 7 دقايق، ده اللي بيطلع مظبوط جدا، لا بيبقى تقيل ولا بيبقى خفيف. انا حطيت كوبايه وادي النص. ولما تحطوا الميه ما تحطهاش في قلب في الكسرونه كده، او هتحطي فيها السكر، ما تحطيش في النص، من الجوانب كده، وتنزلي بالراحه كده بالميه زي ما انت شفتي معايا، علشان برضو ما يسكرش منك والسكر يكتر. هحط بقى عصره ليمون، عصره نص ليمونه انا اسفه، وكيس فانيليا، وهديها تقليبه خفيفه كده من النص زي ما انتوا شايفين معايا كده. بس كده. تعالوا بينا بقى على النار، تعالوا بينا نحطها على النار. انا هنا بقلبها، يا دوبك من بعد الغليان، اول ما تغلي احسبي لها 7 دقايق بالظبط واطفي عليها. ده اللي بيبقى مظبوط قوي. انا مش عايزه السيرم تقيل علشان ما يكتلش، لان انا حاطه سميد في الكنافه، فلو الشربات تقيل قوي هتكلكع وكتم كده في بعضها. كده غلي تمام كده. تعالوا بقى نطلع الكنافه. شايفين الكنافه بعد ما طلعت؟ تحفه تحفه بجد، تحفه. انا مش عارفه امسكها لان كانت سخنه جدا. وهنحط بقى هنا السيرم، ولازم السيرم ما يكونش انت عاملاه وحطاه في التلاجة وترجعي تحطيه كده على الكنافه وكده، لا. السميد عندي هنا او البسبوسه هتجمد. لازم الشربات او السيرم يكون دافي، ولو عايزاها طريه خالص يبقى سخن، يبقى جاي من على البوتاجاز كده على الكنافه على طول. لكن انا هنا الشربات عندي في نسبه دفيان، مش بارد. وانا هحط الشربات كله، دوب خدت الشربات كله، ما تستعجليش عليها عشان تشرب السيرم ده كله. شايفين السيرم ده كله هتشربه دلوقتي. عايزه اقول لكم تحفه بجد، تحفه. جربيها، طريقه حلوه وسهله. يا رب اتمنى تكون الوصفه عجبتك. لو عجبتك لايك وكومنت حلو منك. سلام، باي باي.